طبعا لنا محاضرة قديمة في الهداية عن موضوع العدل الإلهي، صحيح؟ توسعنا في بحث هذه النقطة بشكل جيد إن شاء الله، لكن سنستعير منها ما يلزم المقام، ما يلزم هذا المقام. لو نظرنا فيما يعرف بالقبائح أو الشرور في الوجود، لوجدنا أيها الإخوة أنها صنفان. أنها صنفان. شرور هي أعدام، محض أعدام، وشرور هي وجودات، هي وجودات لكن في ذاتها ليست مما يستقبح، إنما يلزم منها وعنها أعدام أيضا. فالمسألة لها علاقة بالعدم. شرور محض أعدام معروف، مثل الجهل. الجهل شر أو خير؟ شر. أي جهل هو شر، لكن هذا الشر مخلوق أو هو عدم أصلا؟ هو عدم العلم، صحيح؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني جهلاء لم يضع فينا علما إلا العلم الموضع بالفطرة، هذا شيء آخر، صحيح؟ طيب هذا عدم ما فيه. فتقول يا رب لما خلقت الجهل؟ غلط، سؤال فلسفي مش صحيح. الخلق يتعلق بماذا؟ بالأعدام ولا بالموجودات؟ طيب كيف أنت فيلسوف تقول لي خلقت الجهل؟ الجهل عدم يا أخي، تطرح كلام مش فاهمه، صح؟ هذا بيحكوا الماركسيين والملاحدة مش فعلا بيحكوا كلام أسخف من هذا بكثير، فكروا حالهم ما شاء الله يعني جابوا الذئب من ذيلك كما يقال، هم مش فاهمين بيتكلم أصلا. لما خلقت الجهل؟ لما خلق الله الله ما خلق الجهل. شو تقول خلق الجهل؟ الله ما خلق الجهل، لأنه الجهل عدم أصلا. لم يتعلق به خلق، فهو عدم، صحيح؟ وشبهنا لهذه الشرور أو القبائح أو الأشياء غير ملائمة من جنس الأعدام بماذا أيضا؟ بالظل أيها الإخوة، صحيح؟ بالظل. الظل هو شيء موجود ولا شيء وهو عدم؟ هو عدم عدم النور، صحيح؟ الله خلق النور، الله خلق النور. هذا النور إذا اعترضه جسم غير نفاذ غير شفاف في طريقه ماذا يحصل؟ تحصل ما يسمى بمنطقة عدم النور، بسموها قال الظل، عتمة الظل. هذا الظل هو عدم النور فقط. هذه المسألة. طيب الآن هناك في شرور هي وجودات، لكن يلزم عنها أو ينشأ عنها أو ينتج عنها أعدام، أعدام، مثل ميكروب معين يدخل العين فيفسده ويسبب العمى، صحيح؟ الآن صار هنا؟ عدم البصر. هذا عدم ولا مش عدم؟ إذا العمى هو ماذا؟ هو عدم، صحيح؟ طيب مثلا سم من حية من عقرب من أي سام تلدغ الإنسان فتعدمه، يقول لك أعدمته حياته، أو تسببت في الشلل مثلا، شل منه عضو من الأعضاء فأعدمته صحة العضو أو حركته وإمكان الانتفاع به واستخدامه، أو حتى أعدمته حياته. إذا هذا شر وجودي من شيء موجود، لكن تأتى منه عدم أو أعدام. عدم أو أعدام. بدنا نحل النقطة هذه كمان عشان نتعمق في فهم هذه القضية أكثر، خطوة واحدة أيضا، درجة أعمق بإذن الله، وهي هذا الشيء الآن الموجود مثل الحية مثل العقرب مثل الميكروب مثل الجرثوم مثل الفيروس مثل أي شيء، وجوده لذاته هل يقال إنه شر؟ بالعكس، الوجود هو خير على فكرة، وسندرس المسألة بالتفصيل في مباحث الفلسفة، أن الوجود من حيث هو خير بعكس العدم. الوجود من حيث هو خير من غير أي قيد أو شرط كما يقال، يعني الوجود بالإطلاق هو خير، بس أنا بحث فلسفي بدي براهين فلسفية ما لناش الآن فيه. طيب إذا وجود هذا الشيء لذاته هل يقال إنه قبيح أو إنه شرير؟ وجود العقرب لذاتها بالعكس ممتاز، حتى وجود الزباني الزبان تبعها بسموها الإبرة ووجود السم فيها عشان تدافع عن نفسها، خير ولا شر؟ خير إلها، خير ممتاز طبعا، وجود الدفاع يعني. وهكذا في كل المخلوقات التي تراها أنت تراها شرا وتراها قبائح ونقائص وتسأل لماذا خلقت، لا، وجودها لذاتها هي خير، لا يقال إنه شر. لكن وجودها لك أنت أحيانا، مش دائما، أحيانا بيكون برضو خير، تأخذ منها السم تبع منه ترياق، صح؟ توكسين أنت توكسين وكذا، تستخدم في الطب كمان، ممتازة بتصير باعتبارات يعني. طيب لكن وجودها أحيانا لك يعتبر ماذا؟ يعتبر شرا، يعتبر شرا. هذا الشر ذاتي أو عرضي؟ عرضي طبعا، هذا الشيء عرضي وليس ذاتيا، يعني عرض لها من خارج بحسب علاقتها مع شيء آخر، لكن لذاتها خير، وجودها خير، سمها خير، تكوينها تركيبها هيئتها لها خير، مثل كل المخلوقات.
لكن لما تدخل في البين معك في علاقة معينة، علاقة صراع، علاقة دفاع عن الوجود، تنازع على البقاء، على الحياة، على أي شيء، بصير فيه إيش؟ بصير فيه شر. هذا الشر عارض وليس إيش؟ وليس ذاتيا، وليس ذاتيا. بدي أحاول أن أوضح لكم مرة ثانية، وضحناها في درس في رمضان القديم، ما هو الذاتي ما هو العرضي باختصار. هذا الشيء الآن نشرب منه نشعر فيه إيش؟ بطعم إيه؟ الحلاوة. وضربنا هذا المثال بذاته لأنه سهل ووضح الصورة. الآن لو سألنا هذه الحلاوة في هذا الشاي ذاتية أو عرضية؟ عرضية طبعا، لأنه الشاي في الأصل هذا حطه في شاي هيك مر، مظبوط ولا لا؟ فالمرارة فيه إيش؟ ذاتية، صح. لما نقول شاي أخضر كذا ويغلى، معروف إنه الشاي لحاله مر، إذا مرارته إيش؟ ذاتية. بس مش مر، هذا حلو لأنه عرضية. جبنا شيء آخر وضعناه فيه اسمه إيه؟ السكر، بدل ما تضع منه إيش؟ يكتسب الحلاوة. طيب الآن الحلاوة أو السكرية للسكر ذاتية أو عرضية؟ ذاتية، صح؟ ما في سكر إلا هو حلو. إذا نقول سكر إحنا ما في سكر نحطه على القمر في أي مكان هو إيش؟ تحطه في الجنة، تحطه في أي مكان هو حلو. السكر لا يسمى سكرا إلا إذا كان إيش؟ ذات تركيب كيميائي معين، صح؟ عنده فورم كيميائي، هذا الفورم بعطيه بالنسبة لنا طبعا شيء بيسموه إيه؟ الحلاوة. فالسكرية هذه إيش؟ ذاتية للسكر. لكن حلاوة إيه هذا الشاي؟ عرضية له، عرضية إيه؟ له، واضح؟ بمخالطة إيش؟ السكر الذي إيش؟ سكرته ذاتية له لهذا إيه؟ لهذا الشاي المر، ومرته ذاتية له. إذا فهمنا ما هو ذاتي ما هو إيه؟ ما هو عرضي. الآن لو سألنا عن علاقة الشمس بالظل، يقول لك الشمس سبب في الظل. الشمس سبب في الظل، الشمس توجد الظل. كيف توجد الظل؟ هل هذه حقيقة ولا فيها إيه؟ تساهل في التعبير؟ الشمس سبب أيها الإخوة حقيقي وواقعي في ماذا؟ في النور. في النور الشمس تبث ماذا؟ الضياء بلا شك، صحيح. وهذا الضياء أصل إيش؟ إلى أماكن وإلى أماكن مكانية محددة، وهو مطلق في كل كون محدد، كويس. وإذا اعترضته إيش؟ معترضات مثل أشجار، مثل شواخص كبيرة أو صغيرة، إيش اللي بصير هنا؟ فتنشأ ما إيه؟ أماكن بسموها إيش؟ الظل أو العتمات، واضح؟ أقول لك الشمس سبب في النور كما هي سبب في الظل؟ لا، هي سبب حقيقي واقع في إيش؟ في النور. سببيتها للظل بالذات أو بالعرض؟ بالعرض. مسألة عرضية هذه أخي، مسألة إيه؟ عرضية. فما تكاش تسأل سؤال فلسفي تقول إيه؟ لماذا إيش توجد الشمس الظل؟ لا لا لا، مش هي مسؤول عن الشيء هذا أبدا، واضح؟ فالأشياء العرضية أيها الإخوة والإضافية، وبتكون نسبية طبعا، هي أشياء ليست مجعولة إيش؟ بالذات وللذات، ليست مجعولة إيه؟ ولذلك الذي يقول لما خلق الله إيه؟ الشر في كذا كذا كذا، هذا مش فاهم، غلط، سؤال فلسفيا غلط. بده يكون فيلسوف دقيق، ايش بده يقول؟ لما خلق الله الوجودات الواقعية مثل العقارب والحيات والرياح والطوفان وينتج عنها ما لوازمها من الإغراق والقتل والتسميم والإحراق إلى آخره، صح؟ لأن هذه اللوازم معلومة لله أو غير معلومة؟ معلومة. مرادة لله أو غير مرادة؟ مرادة. وإذا قلنا حتى مذهب ديكارت اللي هو موغل في التأله، قال الله خالق الوجودات والماهيات والأعراض والارتباطات والإدراكات، قال كل مخلوق لله، كل مخلوق لله. يقولنا بهذا ونحن به قائلون إن شاء الله، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، بس مسألة ثانية. فنقول إيه؟ السؤال الأول ليس دقيقا، والسؤال الثاني هو الدقيق الآن، والسؤال الثاني إيه؟ هو الدقيق. إذن فهمنا الآن إيه؟ الذاتي والعرضي. في قاعدة فلسفية: ما بالذات لا يتحول بالإضافة إلى الأحوال. يعني باختصار ما بالذات لا يزول إلا إذا زالت إيش؟ الذات من أصله. واحد يقول لي سكرية السكر ذاتي أو عرضي؟ ذاتي. طيب ممكن تزول؟ يعني إيه معنى كلامك؟ يعني تزول ويبقى السكر سكرا؟ لا لا. تزول ويبقى السكر سكرا؟ لا. ممكن يجي واحد في المعمل الكيميائي يلعب بهالتركيبة هذه في جزيء سكر يتحول لجزيء سم، ومعروف هذا في علم الكيمياء، بس لما صار السكر صار سم، هذا شيء ثاني، مظبوط ولا لا؟ إذا ما نقوليش إيه ذهب الذاتي وظلت الذات، لا، ذهب الذاتي بالذات، مظبوط ولا لا؟ طيب الآن الحيوانية في الإنسان والناطقية فيه، جزء الحيوانية وجزء الناطقية ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي طبعا، بدليل لو أنت سحبت هذا الجزء وطرحته الحيوانية يبقى الإنسان إنسانا؟ لا. لو سحبت الناطقية وطرحتها يبقى الإنسان إنسانا؟ لا. بخلاف العرضي، بخلاف العرض، مثل المشي، وهذا كلام في درس الفلسفة. المشي عرضي أو ذاتي للإنسان؟ عرضي. يسمى العرض العام،
فالإنسان بيمشي والفرس بتمشي وكذا وكثير أشياء إيه تمشي. إذا هذا إيه عرضي. فممكن يكون إنسان حيوان ناطق وهو لا يمشي أصلا، مشلول، ولده ومات وعاش مشلولا، ما في مشكلة. هذا إيه؟ هذا عرضي ممكن يزول، بس الذاتي لا يزول. ولا يزول أيها الإخوة، ولا يتخلف أيضا إيش؟ بالإضافة إلى الأحوال. هل فهمنا هذه القاعدة؟ مهمة جدا، هذه من قواعد الحكمة، من قواعد الفلسفة. جميل. نأتي الآن إلى مسألتنا، الحسن والقبح. الحسن إيه؟ والقبح. جميل. أنت تقول الكذب قبيح، تقول الكذب إيه؟ قبيح. وإذا كان الكذب ضارا فهو قبيح إيه؟ العقل الحاكم بذلك بماذا؟ بماذا؟ بالضرورة، بالبداهة. أما إذا كان هذا الكذب نافعا فالعقل يحكم عند المعتزلة أيضا بقبح هذا الكذب إيش؟ لكن بالنظر. وهم هنا منازعون أو غير منازعين؟ منازعون نزاعا قويا. بالعكس، مجمل البشر، معظم البشر سيقول